بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم النهاردة معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة عندنا أفكار سهلة كده وبسيطة من إعادة التدوير. يلا بينا كده نسمي الله ونبدأ مع بعض. أول فكرة عندي أنا هستخدم فيها علبة السمنة القديمة. جبت كده العلبة زي ما احنا شايفين، وهبدأ دلوقتي إن أنا أغلف القاعدة بتاعتها بقطعة قماش خيش. وزعت عندي لزق، وبعد كده بدأت إن أنا ألزق القاعدة وبطلع بالزيادة على الأطراف. هستخدم ايه كمان او هحتاج ايه كمان؟ هحتاج شرايح من الكرتون. معايا هنا شريحة الكرتون دي الطول بتاعها 10 سنتي والارتفاع من النص بالظبط 3 سنتي. انا هنا واخدة ارتفاع معين، لو انا حابة اخليه اصغر من كده حسب ما انت عايزة. تمام، يعني انا قولي واخدة نص الطول بتاع العلبة. بدأت ان انا كده اقص مجموعة، وهبدأ ان انا الاول احدد العلبة، يعني هقسمها ل4 ارباع. وبعد كده هبتدي ان انا اوزع باقي الشرايح بشكل كده متساوي، عشان تبقى الفرق او الفواصل اللي ما بين كل شريحة كرتون والتانية تكون مظبوطة. وببدأ اوزعها كده بالشكل ده، وطبعا مسخنة السيليكون بتاعي كويس، وبعد كده ببتدي ان انا الزقها لحد ما اخلص كل العلبة معايا بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. الفكرة بسيطة وسهلة، مش هستخدم فيها حاجات كتير، كل اللي انا هستخدمه فيها مجموعة من الخيوط مش اكتر من كده. هبدأ دلوقتي، جبت عندي القطان اللي هو يكون سميك شوية. انا هستخدم القطان اللي هو دوت اللي هو الاوف وايت ده، وهستخدم معاه قماش او خيط الخيش. هبدأ دلوقتي كده ان انا اوزع معايا لزق، وده في الخطوة دي مهم جدا. ما ينفعش ان انا الفه كده على الكرتون وخلاص، لازم وانا شغالة بوزع لزق والف واوزع والف لحد ما اخلص كل الجزء بتاعي ده كله. تمام كده. فزي ما انا شغالة كده بوريكم، انا بس بختصر معاكم الفيديو وبقول لكم على المفيد ان احنا لازم نوزع لزق. فبخلص كده والف كل قاعدة الكرتون او كل جزء اللي احنا عملناه على العلبة ده لحد ما اخلصه واوصل للنهاية. فكرة بسيطة وسهلة، هي فكرة منظم حلوة، تنفع على فكرة للمطبخ وتنفع كديكور، يعني تنفع لكذا حاجة. خلصتها ما شاء الله معايا بالشكل ده. بعد كده بدأت اجيب معايا دوار الخيش، يكون برضو ليه سمك او حسب نوع الخيط اللي انت عايزاه، يعني مش شرط نفس الخيط اللي انا مستخدماه، بس الفكرة بتاعتي هتناسب انواع الخيوط دي، فعشان كده انا مختاراها. بدأت كده على طرف الازازة من اسفة على طرف العلبة من فوق، وزعت معايا لزق برضو، وهبدأ ان انا الف معايا الخيط بالطريقة اللي احنا شفناها دي لحد ما اوصل برضو للنهاية. جبت اليد اللي هي بتاعة القارورة، قارورة الزيت او قارورة المية. خدتها وبدأت ان انا ايه الف عليها خيط، بس ده الخيط الرفيع مش السميك. وبدأت ان انا كده قبل ما اوصل لاخر جزء في العلبة، قبل ما الف عليه الخيط، يعني هبدأ ان انا الزقها، والزق الاتنين قصاد بعض، واحدة في الجنب ده وواحدة في الجنب ده. وبعد كده ببدأ اكمل لف تاني عادي جدا لحد ما اخلص واغطي كل العلبة، ما يبقاش فيه اي حاجة منها باينة. خلصتها بالشكل ده ووصلت كده للمكان اللي انا محتاجاه. هجيب معايا دلوقتي خيط الخيش اللي هو الرفيع ده، وهبدأ ان انا امشي ما بين الخيوط بالخيط دوت كده، يعني ما بين كل لفة خيط والتانية همشي بس جزء صغير يديني منظر مش اكتر. تمام. فلحد ما اوصل كده للجزء اللي انا محتاجاه هوقف لف خيط. تمام كده. برضو حاجة بسيطة وسهلة، انا بعمل زي شكل قدرة كده بس لذيذة وحلوة، وفي نفس الوقت ديكور كده نحس ان هو حاجة عتيقة. جبت هنا عندي ده ورنيش مائي، وبدأت ان انا يعني هوزع طبقة كده بالفرشة في العلبة من جوه عشان تعمل لي طبقة حماية للعلبة. لو مش متوفر عندي اقدر ان انا اغلف العلبة بتاعتي من جوه، يا اما ببواقي قماش قديمة عندي، يا اما استخدم الستيكر، اي حاجة من الحاجات دي. ده لو مش متوفر عندي الورنيش. هنشتغل بعد كده على غطا العلبة. جبنا الغطا وهجيب نفس الدبار اللي انا استخدمته، وهبدأ دلوقتي كده الف واغطي غطا العلبة بتاعي كله بالطريقة اللي احنا هنشوفها دي. مجهزة كده برضو معايا ايه كمان، انا مش هدخل فيها اي حاجة. تقدروا هنا بقى انتوا، دي حاجة ترجع لكم، حابين نضيف لها شرايط استرسات، نضيف اي حاجة زي ما انتوا عايزين. بس هي بصراحة حسيت ان هي مش محتاجة. الفكرة عايزة ان هي تبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. جبت عندي غطا ازازة، وبدأت ان انا الف برضو عليه قطعة او شوية من الخيط، وبدأت ان انا عملت معايا فكرة القدرة بتاعتي. فكرتها تحفة وحلوة جدا بجد، اتمنى تعملوها، ديكور لذيذ وفي نفس الوقت منظم كمان.
فكرته جميلة ومميزة. اتمنى تكون عجبتكم، اتمنى ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو حسينا ان هي الفكرة او افكار النهاردة تستاهل اتمنى تشيروها. يلا بينا على الفكرة اللي بعد كده. الفكرة اللي بعد كده انا هستخدم فيها الغطي بتاعة علب السمنة. يعني مستخدمة هنا 3 احجام من الغطي، كبير ووسط وصغير. هبدأ دلوقتي كده اخد معايا الغطا الصغير الاول. هبدأ دلوقتي ان انا عايزة اقفل القاعدة بتاعته، يعني لزقت عليها قطعة من الكرتون عشان تقويلي الغطا شوية. وهبدأ دلوقتي ان انا اغلف الغطا بتاعي من جوه ومن بره بالقماش. بواقي قماش ماشي، خيش ماشي، اللي متوفر عندكم. ممكن كمان استيكر، مفيش اي مشكلة. هبدأ دلوقتي غلفته من جوه، وبعد كده جبت قطع اكبر من حجم الغطا، قفلت بيها قاعدة الغطا. والزيادات طبعا قصيت الزيادة بس، وسبت مسافة 2 سنتي زيادة او 1 سنتي مش مشكلة. وهبدأ دلوقتي كده اجيب معايا الاعواد الخشبية. وبرده زي ما تعودنا مع بعض بنقسم الدايرة دي لأربع تربع. دي بتساعدني ان انا وانا بلزق الاعواد، بتساعدني ان انا اظبط المسافات واقدر ان انا اخليها تبقى متساوية قد بعضها. فبقسمها لاربع تربع الاول، وبعد كده ببتدي ان انا اكمل عادي جدا. خدت بقى الغطا الكبير خالص، يعني الغطا الكبير والغطا الصغير، تمام. الغطا الوسط لسه ما اشتغلناش بيه. هبدأ دلوقتي فرغت الغطا الكبير زي ما انتوا شفتوا في اول الفكرة، الجزء اللي هو بيبقى في الوسط ده بس. وهبدأ دلوقتي بعد ما ركبت 4 أعواد وقسمت القاعدة بتاعتي، بدأت ان انا اركب الغطا الكبير والزقه في ال4 أعواد دول كمان. وبعد كده هبتدي ان انا اوزع الاعواد بتاعتي عادي جدا بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. حتى ما شاء الله بيبقى كده، بيبقى فيه تساوي او باين ان هي المسافات ان شاء الله مظبوطة. ما يبقاش فيه واحد كبير وواحد صغير، المسافة يعني ما تبقاش كبيرة وصغيرة. بعد كده بدأت ان انا اقص الاطراف بتاعة القماش الزيادة اللي معايا في القاعدة. وهبدأ دلوقتي اوزع لزق، وهبتدي ان انا اتنيه على فوق، اقفله على اطراف الخشب قبل ما اعمل اي حاجة. بعد كده بدأت ان انا اجيب معايا دبار الخيش، وهبدأ دلوقتي ان انا الف معايا كده، يعني هنقول جزء كده بمسافة 2 سنتي من ارتفاع الخيط، يعني مش محتاجة كتير، حاجة بسيطة جدا، لان انا مش عايزة اغطي الخشب. انا عايزة اسيب الخشب زي ما هو كده. حابة شكله، فانا حابة ان انا اسيبه كده يا دوب بس. حاجات بسيطة اللي انا هعملها. عملت الخطوة دي تحت، وهبتدي دلوقتي نشتغل على الغطا اللي فوق. احنا طبعا مش مغلفين الغطا اللي فوق بأي حاجة، فلازم ان احنا نغطيه بالخيط. وهبدأ دلوقتي اغطي والف الخيط بتاعي كله على الغطا لحد ما اداري كل اللون الاخضر اللي احنا شايفينه ده. تمام كده. ما شاء الله، برضو فكرة منظم رائع ولذيذ وبسيط. يعني تقريبا ما استخدمتش فيه حاجة إلا الأعواد الخشبية. ممكن نستخدم خافض اللسان، ممكن نستخدم أعواد الآيس كريم، ودي اللي أنا مستخدماها. وبدأت إن أنا برضو أنزل بمسافة 2 سنتي كده، أو زي ما أنا عايزة لو سنتي برضو، على تحت لحد ما خلصته. ما شاء الله لفيت معايا طبقة من الخيط جوه، حددت بيها الشكل من جوه. وبعد كده بمشي بالولاعة زي ما اتعودنا على معايا الخيط او قماش الخيش، سواء ده او ده. جبت معايا، لو انا حابة اضيف الاضافة دي مش حابة ممكن لأ. جبت معايا هنا ده اللهم صل على النبي، اللي هو الستان. وهبدأ دلوقتي كده اعديه من بين الاعواد بتاعتي. بعمل كده بأي حاجة رفيعة تكون تساعدني انها تخرجه وتدخله بكل سهولة، لحد ما اوصل كده الطرفين قصاد بعض. هلزقهم. انا حطيت الجزء اللي انا عملته ده في الوسط بالظبط بالطريقة دي، ولزقت الاطراف على بعضها وبنقص الزيادة. هاخد معايا مجهزة فيونكة صغنونة من نفس اللون، وهبدأ ان انا احطها كده في الوسط. ما شاء الله بقى معايا بالمنظر ده. انا ممكن اكتفي بيه كمنظم من غير غطا بالشكل ده، ممكن لو انا مش حابة اكمل ان انا اعمله بغطا. بس انا هنا بكمله وهعمل له غطا كمان. هناخد بقى الغطا علبة السمنة اللي هو الحجم الوسط. بدأت ان انا اخده كده وهغلفه برضو بالقماش اللي انا استخدمته. وهبدأ دلوقتي بقلل كل الاجزاء بتاعتي، مش عايزة اي حاجة تبان منه. وبنزل بالزيادات ديت على الغطا من الجنب. ولو في اي زيادة من القماش بنقصها عادي جدا زي ما احنا شايفين. دايما وانا شغالة بحب ان انا بعد ما بحط الشمع معايا على الحاجة، بحب افرده بسن المسدس كده، بحيث ان هو ما يكلكعليش تحت القماش او تحت اي حاجة انا بعملها هيبان منها. يعني في حاجات مش بيبان منها الشمع،
وفي حاجات بيبان. فالأحسن إن أنا أعمل الخطوة دي، باحطه وبعد كده بسن المسدس بابتدي أفرده عشان يديكوا نتيجة كويسة. غلفت معايا الغطا من الاتجاهين، وبعد كده بدأت أحدده من بره بشريط من نفس الشريط اللي أنا زينت بيه في الأعواد. تمام. هلف كده الدوران بتاعي كله، بقى معايا ما شاء الله غطيناه من جوه ومن بره اداني المنظر ده. هحط في الوسط كده غطا برضو ازازة الحاجة الساقعة البلاستيك، خدته ولفيت عليه خيط وعملت بيه المقبض بتاع المنظم. ما شاء الله فكرته لذيذة وشيك جدا وبسيط، حاجات كلها قيمة من إعادة التدوير وفي نفس الوقت اقتصادية في تكلفتها. يا رب تكون الأفكار عجبتكم، لو في أي حاجة مش واضحة اكتبولي وإن شاء الله هرد عليكم. أتمنى ما تنسوش اختكم باللايك والشير والاشتراك في القناة لو بتشوفونا لأول مرة، وتعليقاتكم الجميلة. شكرا ليكم والسلام عليكم.